عنوان هذه المقالة مدخل لسؤال أحسبه مفصليا وخطيرا وجوهريا، قد يبدو الجواب جاهزا لا يستحق التفكر فيه. هنا المعضلة، أغلب الأسئلة الجوهرية في الحياة إنما تخفي وراءها أجوبة قلما نتفكر فيها، لأننا نستمر الإجابة الجاهزة ولا نميل لإشغال مضلع التشريح والمساءلة. الموضوعات المستورثة تؤثر فينا وتحكم سلوكياتنا أكثر بكثير مما يفعله التفكير والمساءلة. يبدو السؤال: ما الذي يصنع الأخلاق الجيدة؟ منطوي على قدر من المخاطرة. الأصح هو القول: ما الذي يصنع الأخلاق الجيدة للأغلبية العظمى من البشر؟ هذا الفرق الجوهري. هناك نمط من البشر الذي يعدون أمثلة حية على التضحية والإيثار والجود بالنفس والكرم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، كما نعلم من أخلاقياتنا التراثية ومآثرنا الشعرية. هذا النمط لن تغيره الظروف المتغيرة مهما تقست وتغولت، سيبقى مضحيا وأثيريا وكريما، لأن هذه الخصائص الأخلاقية سمات جوهرية في ذاته وليست انعكاسا لظروف العيش الطبيعي. التاريخ يخبرنا بأمثلة كثيرة لأناس من هذا النمط. العكس صحيح أيضا، يوجد نمط خسيس وكاره من البشر لا يستطيب العيش إلا في حالة مشبعة بالمكائد، المؤامرات، محاولة إيذاء الآخرين مهما طاب حاله وحسنت ظروف عيشه. هذه الأنماط البشرية تمثل أطيافا من أقلية البشر وليست غالبيتهم، وهذه إحدى المميزات المحمودة في جنسنا البشري. كم ستكون الحياة بشعة لو كانت هذه الأقليات الخسيسة أكثرية؟ معظم البشر يتوزعون مراتب بين هذين الطيفين، وبالتالي تكون الأخلاق البشرية خليطا بنسب متفاوتة من خسة وطيبة وكرم وبخل ونزاهة وكذب. الميزة الأجلى لدى معظم البشر أن الأخلاق الطيبة تتبدى وتنكشف عندما يعيشون ظروفا طيبة، وعندما تبدأ بوادر السوء في الحياة تسوء بالتبعية أخلاقهم، كأن أخلاقهم دالة على طيب حياتهم واسترخائها وشيوع قدر من البحبوحة الاقتصادية. ليست لدى هؤلاء مبادئ رفيعة يحسبونها مثابات موجهة لسلوكهم، إنهم نماذج واقعية لانعكاس مدى طيب حياتهم على أخلاقهم. إن طابت حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية بالتحديد حسنت أخلاقهم، وإن ضاقت بهم السبل تردد أخلاقهم. هكذا هي العلاقة، علاقة سببية مباشرة وصارمة. قيل في أمثلة شائعة أنك لن تعرف صديقك الصدوق إلا في حالة الشدائد، وهو قول صحيح تماما. نذكر جميعا أيام الطوارئ الموجعة في حرب عام 1991، عندما اضطر كثير من العوائل مغادرة بغداد والاحتماء بملاذات آمنة في المحافظات العراقية الأخرى. كثير من العوائل تشاركت السكن. سمعنا حكايات مؤلمة عن مشاجرات حصلت بينهم بسبب بضعة أرغفة من الخبز أو بيضتين أو طبق رز أو بضعة حبات من البطاطا. كانت هذه العوائل قبل الحرب صديقة مؤتلفة مع بعضها، تتزاور وتقيم الولائم لبعضها بين آونة وأخرى. أوقن أن كبار هذه العوائل كان يلح على ضيوفه تناول المزيد من الطعام الطيب، وربما كان يضع قطعا من المشويات عنوة على أطباق ضيوفه إمعانا في الكرم. الحرب مسألة أخرى ليس فيها فضلة من دلال أو قدرة على الكرم الحازمي، كل يريد الخلاص بنفسه. لست أسعى لقول إن هذا النمط من السلوك مثلب على أصحابه، لكني أصف واقع الحال فحسب. هكذا يسلك معظم البشر في الحياة الواقعية التي نعيش. هنا يحق لنا أن نتساءل: إذا كانت الأخلاق عند غالبية البشر دلالة سببية لطيب الحياة ورخائها، فسيكون أمرا منطقيا أن نصل لاستنتاج مفاده أن كل ما يديم رخاء الحياة وثرائها الاقتصادي هو ما يصنع الأخلاق الجيدة. نتساءل ثانية: ما الذي يديم رخاء الحياة وطيبها الاقتصادي؟ راهنا إنه العلم والتقنية بلا شك، وقانونا هو التالي: العلم والتقنية هما ما يصنعان الأخلاق الجيدة أكثر من سواهما. هذا هو المنطق البارد الذي لا يقبل المحامكة والتسويف والرطانة الكلام والمجادلات الكيفية غير المجدية. لنتخيل مثلا ما الذي كان سيحصل مع هذا الانفجار السكاني الذي نشهده لو أن إنتاج العالم من محاصيل زراعية رئيسية قمح، ذرة ورز بقي على حاله؟ ماذا لو لم نشهد ثورة زراعية، ثورة ري، ترشيد المياه اللازمة للزراعة؟ حتى الأغذية المعدلة وراثيا جاءت لإنقاذ ملايين البشر من الجوع.
يطيب لنا أن نحكي كثير عن مساوئ هذه الأغذية، لكن لو سألنا جائعًا مشرفًا على الموت: هل تفضل تناول الطعام معدل الوراثي مع إمكانية أن يصيبك سرطانًا مفترض بعد 20 أو 30 سنة، أم البقاء جائعًا؟ أظنه سيختار الخيار الأول، وله كل الحق في هذا. أطعمني اليوم واقتلني غدا، هكذا يقول المثل السائر. لا أروج للطعام المعدل وراثيا، لكن لا بد من التصريح بحقائق الأمور بدل إخفائها وراء ستارة داكنة. كلنا نتذكر أيام الحصار الجائر، وغالبا ما نقول أن تلك الأيام خربت أخلاق العراقيين. نعم، هذا صحيح تماما. عندما يجوع المرء ستسقط كل المحددات الاعتبارية للأخلاق النزيهة. هذا هو العالم، والعراقيون ليسوا مثالا شاذا أو طارئا. كثيرون لن يرضوا بهذا القول، أعرف هذا. سيورثون ويأتون لك بأمثلة تاريخية يحسبونها مناقضة لهذا الحال. ستعلو أصوات بعضهم في محاولة دحض هذه الحقيقة، متناسين أنهم يتغذون بأجود الطعام، يرتدون أفضل الملبس، ويتطيبون بأفضل الأدوية، ويستلقون بأفضل السيارات، ويسكنون بيوتا مشيدة بأجود المواصفات، المخدومة بأفضل خدمات ميكانيكية كهربائية وصحية. لنتخيل حال أخلاق هؤلاء لو كانوا جياعا يفترشون العراء، وليس لهم من وسيلة نقل سوى أقدامهم المتعبة. هل ستكون لهم حينها طاقة للصياح الغاضب دفاعا عن أخلاق مفترض نعرف جميعا أنها أضغاث أوهام صنعتها البحبوحة التي يعيشونها في حاضرهم؟ لكنهم يكابرون، وليتهم اكتفوا بالمكابرة من غير ادعاءات موهومة. لطفية الدليمي.